السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله بصدر فرخة واحد هنعمل احلى صوابع فراخ مقرمشة بطريقة ومكونات بسيطة جدا، والنتيجة بتاعتها طالعة في منتهى الجمال. ممكن تعمليها لولادك سندوتشات ايام المدارس، وهتنفع معاكي لو سندوتشات في العشاء او كمان وجبة للغدا. والكمية ما شاء الله من صدر فرخة واحد هتعملي اكبر كمية من صوابع الفراخ. تعالي كده نسمي الله ونشوف الطريقة والمكونات بتاعتي عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات اللي معايا عباره عن ايه. انا عندي هنا صدر فرخه اللي هو الجنبين، تمام، مقطعه كده مكعبات لان هفرمه. وعندي هنا كيلو الا ربع من البطاطس سلقاها. يعني عندي البطاطس سلقاها كده في الميه بس بالقشر بتاعها عشان ايه؟ ما تشربش كميه ميه معايا، تمام. وعندي هحتاج كيس من الفيجيتار الحار، وكمان كيس من خلطه البرجر. عندي بقى التوابل واهم حاجه دي. عندي مكعبين من مرقه الدجاج، ومعلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من بهارات الفراخ، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، ونص معلقه من التوم البودر، ونص معلقه من البصل البودر، ونص معلقه من الحبهان المطحون، ومعلقه كبيره من ورق اللوري المطحون. وعندي كمان معلقه كبيره من الكزبره، ومعلقه كبيره من السبع بهارات، ومعلقه كبيره من البابريكا، ومعلقه كبيره من الفلفل الاسمر. هي دي كده التوابل اللي انا هحتاجها، وكل المكونات برضو هسيبها لك عشان ما تتكعبليش وتتلخبطي كده. هسيب لك كل التوابل والمكونات في صندوق الوصف. تعالي بقى كده نسمي الله، نجيب الكبه. واول حاجه هعملها هبتدي ان انا افرم البطاطس بتاعتي. وزي ما قلت لك انا البطاطس بتاعتي سلقاها بالقشر بتاعها، تمام، عشان طبعا ما تشربش معايا ميه. انا طبعا فرمت اول نص الكميه، وبعد كده بفرم نص التاني، تمام كده. هي مش هتاخد معاكي بصي لفتين كده في الكبه، وهتبقى ناعمه كريميه كده في منتهى الجمال. تعالي بقى بعد ما خلصتي البطاطس نبتدي ان احنا نفرم الفراخ بتاعتنا. بس انا عايزه فرم الفراخ ناعم جدا، يعني عايزاها تبقى زي العجينه. هتشوفيها دلوقتي هتبقى شكلها عامل ازاي. عايزه اقولك الصوابع الفراخ بجد في منتهى الجمال، جديده ومختلفه كده. وانا كنت عاملاها بصراحه سندوتشات، وعملتها مره جنب مكرونه، وعملتها مره جنب الرز المبهر. بجد كانت جميله. والكميه بتاعتها قسما بالله يمكن قعدتني 4 ايام اكل فيها. بس طبعا عشان ابقى صادقه مش ورا بعض، يعني ايه، يعني يوم بعد يوم كده. بصي وصلتها لغايه ايه؟ لغايه ما بقت زي العجينه، تمام كده. تعالي بقى انزلي بالتوابل بتاعتك، وانزلي بكيس الفيجيتار والكيس بتاع توابل او خلطه البرجر. وافرمي بقى فيهم برضو، اديهم تقليبه كده مع بعض. تمام كده. انا خلصت طبعا ايه فرم البطاطس وفرم الفراخ بتاعتي، تمام. بصي انا قابلتني هنا كذا عرق كده بيبقى في الفراخ، فابتديت ان انا ايه طبعا بشيله، لانه مش بيتفرم كويس مع اللحمه، تمام. كده بقت الكمية جاهزة عندي. تعالي بقى هاتي كوباية من البقسماط وبيضة، وانزلي عليها كده على الفراخ بتاعتك والبطاطس، وابدأي ان انتي قلبي بقى الفراخ مع البطاطس كويس قوي. يعني عايزة الخليط بتاعي ده كله يتداخل مع بعضه. بصي انا هنا بشيل العروق اهي اللي انا قلتلك عليها بتبقى في الفراخ. طبعا الفراخ كلها بتتفرم الا هي. بصي قلبيها حلو قوي قوي قوي. دخلي كل المكونات في بعض. ولو حسيتي ان العجينه بتاعتك او الفراخ بتاعتك ملزقه كده شويه، ضيفي حبه من البقسماط، تمام، لغايه ما تحسي ان العجينه بتاعتك بقت متماسكه كده ومش بتلزق في الايد. بصي اهي. بصي. بصي الايد التانية، طبعا انا عملتها بالايد التانية عشان الايد التانية نظيفة. طول ما انا شغالة بالايد اللي انا شغالة بيها هتلزق معايا. تعالي بقى اخر خطوة عندي، ان انا هبتدي ان انا ادي الفراخ مع البطاطس او او المكونات بتاعتي دي، اديها بس ايه لفة كده في الكبة عشان كلها تبقى ناعمة. انا عايزة الفراخ بتاعتي لما اجي اكلها تبقى ناعمة ما تبقاش خشنة، تمام. الخطوة دي هتخلي الفراخ بتاعتك الصوابع الفراخ بجد ناعمة وفي منتهى الجمال.
طبعا انا هنا بقى فرمت الكميه كلها وخلصتها. هاتي بقى كيس من اكياس الحلواني. الكيس ده بيتباع عند محل مستلزمات الحلواني. بنعمل بيه بنعمل بيه الكريم جانتيه والحاجات دي. الكيس بجنيه. انا بجيب بصراحه 10 اكياس وبخليهم عندي لاي وقت احتاجته هلاقيه عندي. بصي ابتدي بقى ان انت حطي العجينه بتاعتك او الفراخ بتاعتك دي في الاكياس، وابدأي افتحي فتحة صغيرة كده من حرف الكيس، تمام؟ عشان هنعملها صوابع. دي اسهل بكتير من ان انت تمسكي حتة حتة وتعمليها زي الكفتة بتاعت الرز كده. كده هتسهل معاكي الكمية، هتعمليها كلها في 5 دقايق. بصي انا حطيت الكمية بتاعتي بتاعت الفراخ على كيسين. اول كيس فتحته فتحة بس كانت الصوابع تخينة شوية. جيت الكيس التاني فتحته فتحة اقل منها، طلعت الصوابع بتاعتي الحجم بتاعها كده حلو قوي. تمام؟ عشان لسه برضو هعمل لها الكفر الخارجي بتاعها. تمام؟ بصي بعد ما خلصت الكمية، وهتبقى سهلة جدا معاكي، مش هتاخد وقت معاكي بكيس الحلواني. تمام كده؟ طبعا انا خلصت الكمية بتاعتي ورصيت بين كل طبقة والتانية. حطيت كيس تلاجة، فتحت كيس تلاجة كده وحطيته، وابتديت ان انا اكمل عليه. ودخلتها بقى من بالليل لحد تاني يوم. حطيتها في الفريزر. اهم حاجة الفراخ بتاعتي تبقى الصوابع متجمدة. تمام كده؟ تعالي بقى للكفر الخارجي بتاعها زي كفر البانيه بالظبط. انا هنا عندي بيضه، وعندي نص كوبايه لبن، وعندي نص معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسمر. تمام؟ وقلبتهم كده ايه مع بعض. خلاص تعالي بقى ايه للبقسماط. هتجيبي نص كوبايه من البقسماط ونص كوبايه من الكريسبي اللي هو الخشن ده، اللي احنا بنعمل بيه البانيه اللي بيبقى لونه اصفر. تمام؟ وهتجيبي معلقة كبيرة أو معلقتين من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا. خلاص، والملح والفلفل وحبة توابل كده صغيرة اللي هي ال7 بهارات. هتقلبيها بقى، يعني هتقلبي البيض وهتقلبي البقسماط مع الخلطة بتاعته دي. ولو حابة تحطي كيس فيجيتار مع الخلطة بيبقى في منتهى الجمال. تمام؟ وهتبدأي ان انت تاخدي بقى صوابع الكفتة بتاعتك او صوابع الفراخ بتاعتك دي، هتدخليها تنزليها في البيض واللبن، وهتطلعيها تنزليها في البقسماط، وايه هتتك عليها كده عشان الطبقة تمسك عليها. تمام؟ بصي اهو. طبعا انا هنا بعد ما خلصت الكميه بقى كده بتاعتي كلها، ابتديت ان انا ايه احمر حبه كده عشان اوريهم لكم في التسويه بيكونوا عاملين ازاي، وان هم فعلا استحاله. اما تقوليش ان هي فيها بطاطس هتفك منك، لا. بصي صوابع الكفته او صوابع الفراخ ما اتحركتش من مكانها، يعني ما فيش واحده منها فكت مني. تمام؟ بصي اهي قدامك، وبقلب فيها وسايباها لغايه ما ادتني اللون الذهبي كده، رحت مطلعاها. بجد والله العظيم 3 كمية ما شاء الله. أنا قعدت يعني كفتني كده 4 أيام غدا. وعملت كمان منها سندوتشات للولاد أيام في المدرسة الصبح، والله قسما بالله، مع العيش الفينو كده والمايونيز والكاتشب كده في منتهى الجمال. وعملتها مرة غدا مع مكرونة أسباجيتي، وعملتها مرة غدا مع رز اللي هو المبهر. بصي طبعا انا بعد ما خلصت بقى الكميه بتاعتي هبتدي ان انا ايه افرزها. انا حطيتها على صينيه واحده، وحطيت ما بينهم كل طبقة والتانية حطيت كيس تلاجة، وغلفتها كلها بكيس، ورحت مدخلاها الفريزر. تمام؟ وقت استعمالك فيها هتاخديها تحمريها على طول وهي متلجة، ما تستنيش ان هي تفك منك. تمام؟ بصي ما شاء الله الكمية عملت قد ايه معايا بصدر فرخة واحد. بجد موفرة جدا، يعني تقدري تقولي عليها كده وصفات التوفير، ودي كمان توفير التوفير. وبجد يعني انا هنا للاسف كان نفسي اسمعكم صوت القرمشه دي بتاعتها. بجد تحفه. وبصي من جوه صوابع الفراخ مش مكتومه. معلقه البيكنج باودر دي اساسيه معايا، اوعي تنسيها، لان هي اللي بتخلي الفراخ ما تبقاش مكتومه من جوه. تمام كده؟ اعمليها بقى سندوتشات كده مع كاتشب وكوبايه بيبسي، او مع مكرونه او مع رز او مع مكرونه بشاميل. والله العظيم في منتهى الجمال. بجد فعلا اتمناكي فعلا تجربيها، وهتصدقي ان انا كلامي صح. هتقولي فعلا ان انا كلامي صح، وان انا مش ببالغ ولا بجامل. بجد الطريقه ممتازه، وبصي ناجحه مليون في الميه. جربيها وعلى ضمانتي وعلى ضمانتي وعلى ضمانتي.
بصي الصوابع مقرمشه من بره وطريه من جوه وحاجه كده في منتهى الجمال، ومش قادره اقولك على الريحه بتاعتها. كيس الخلطه اللي احنا حطيناه بتاع البرجر والتوابل بتاعتي عطيالها ريحه وطعم حكايه. اتمناكي تجربيها بنفس الطريقه، ان شاء الله هتدعيلي. اتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، في وصفه كده سهله وبسيطه. اسيبكم في حفظ